بص، وسام عالمي ورائع، وانا يعني فرحان بيه جدا 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 جدا. بس هو بصراحه كل الناس مدياله حقه، بس في واحد انا شايف انه الجندي المجهول في اخر 3 اهداف حاسمه في مباريات النادي الاهلي، مباراتين بيراميدز والنهارده. مين؟ رضا سليم. رضا سليم عمل البري اسيست في مباراه بيراميدز اللي هي بتاع الاولانيه. الكوره اللي اتلعبت له وكان خلاص هياخدها محمد الشيبي والسيرد باك اللي معاه، وخلاص هياخدوا الكوره، وهو دخل وضغط وخد الكوره ورجعها لكريم فؤاد اللي اتلموا عليه اللعيبه، وراح مديها لقفشه، وقفشه حطها قاضيه. الماتش اللي فات محمد الشيبي رايح بالكوره وعايز يعمل بيها نوش زي ما بيقولوا، ضغط عليه مع كريم فؤاد، الراجل جاي بيستعرض عليه وبيلعب الكوره بكعب رجله، خدها وبدا يتقل على الكوره لحد ما امام يفتح له زاويه تمرير ويكون قدامه مسافه ينطلق فيها، وبعدين اداها له وراح امام وعمل طبعا ثرو عالمي وخلص وسام ابو علي. النهارده استلم الكوره من قبل نص الملعب وقرر ان هو يقتحم بمنتهى الجرأه والثقه في مهارته، وراح 1 على 1 ورقص وفتح زاويه عرضيه وعمل عرضيه بامتياز. وميزه العرضيه دي بقى مش في كل اللي حصل قبلها، ميزه العرضيه دي في ان انت عندك لاعب واحد بس جوه ال 18 وحواليه 3 لعيبه، وانت بتلعب برجلك الشمال اللي هي مش رجلك الاساسيه، وبتلعب من وضع حركه، يعني الكره مش ثابته، فانت مستوى الصعوبه في دقه الرفعه بيزيد، فانت بتعملها وبالمقاس وبتروح للعيب ممتاز اسمه اسامه ابو علي يسجل هدفه ال 12 علشان يبقى اعلى معدل تهديفي في الدوري المصري، واسرع لاعب يوصل ل 12 هدف في 15 مباراه بس. واتمنى ان اسامه ابو علي في ال7 مباريات بتوع النادي الاهلي يعني يحسم لقب الهداف علشان يبقى اول لاعب في تاريخ الدوري المصري ياخد هداف الدوري في نص موسم. مبروك للاهلي الصداره.